صديقي، شتي في حياتك الا وقع لك شي مشكل كبير، مثلا مرضتي، الله يحفظ شي حادث، الوفاة ديال شي واحد في العائلة ديالك، واول حاجة ولا من بين اول حاجات اللي كتفكر فيهم هو خصك تعيط للخدمة باش تعلمهم، حيت الا ما علمتيهمش غادي يقولوا فين راك ويقدر يوقع لك مشكل. خصك تعرف انك في مشكل كبير، واش انت حاصل ولا عندك شي ايفينمون اللي هو صعيب في حياتك والدماغ ديالك اول حاجة ولا من بين اول حاجات اللي كيفكر فيها ويوقع لي مشكل مع الشاف، لا يجريو عليا من الخدمة، لا خصني نحط كونجي، خصني نجوستيفي انني ما كاينش. وصديقي العزيز راك ماشي انسان عادي، راك عبد كل ما تحمله الكلمه من معنى، خذها كما بغيتي، عجبك الحال واستوعبتيها ودخلت لك في راسك وفهمتي الوضعيه ديالك الحقيقيه، ومن بعد ما سمعتيها قررتي انك تخدم على راسك باش تخرج من هذه الوضعيه. تبارك الله. ما عجبكش الحال خليك عبد، لا ما تجي عندي في لي كومونتير والتعليقات وتبقى تقول لي لا هضره خاويه، لا واش غادي نسرق، لا شنو بغيتيني ندير. انا ما كنقول لك لا تسرق لا والو، انا كنقول لك الوضعيه ديالك شنو هي وفين راك، كنقول لك شنو خصك دير. هذيك شنو خصك دير هذيك مرحله واحده اخرى. دابا انا كنشرح لك الوضعيه ديالك انت كشخص كانسان. الا كنتي في هذه الحاله هذه فبلا ما تجي تقول لي لا واش غادي نمشيو نسرقوا والغربه تنادي والعبوديه هي الواحد ينعس في الدار ما يخدمش. لا لا لا، الشيء اللي كنشرح لك دابا عبوديه، سمعتيني؟ وسير فكر فيها مزيان وحاول تهضمها وتشوف شنو هي الخرجه من. تحياتي صديقي العزيز.